السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة وعافية. جيتكم اليوم بفيديو جديد فيه مشتريات للشهر شهر جونفي بإذن الله. عندي هنا جبت البصل راهو ب8,000 حتى 9,000 الكيلو، كل خطرة وكيفاش، كل منطقة وكيفاش. البنات قبل ما تشروا بصل لازم توشوه كيما راك تشوف فيها كيفاش راني، باش تجيبوا حبة جديدة، باسكو راهو نصه نقيسوه راه يجي خاسر بزاف. وجبت هنا البطاطا، جبت 5 كيلو بطاطا راهي 8,000 تانيك هي الكيلو. جبت الشوفلير راه ب8,000 تاني الكيلو. جبت زوج تاع الريصان، و راح ندير معاكم وصفات بالشوفلير، وندير معاكم حتى مخللات للشهر الفاضل. جبت كابوية خضراء الطوماطيس البنات راهي ب8,000، وراهي مرات كيما هذيك اللي شويه طايبه يديروها حتى ب5,000 شيرات. اللي مازال ما طيبتش ولا مازال ما وجدتش ودار تحضيرات رمضان في الفيديو السابق، راني درت لكم كيفاش طيب الطماطم، ومازال الحال باش دير التحضيرات تاعها للشهر الفاضل. هنا جبت راس ساعة سلطه، جبت بيطراف راح ندير معكم به مركز مليح بزاف للناس اللي فيهم لانيمي وصحي. جبت هنا ربطه تاع معدنوس، الخيار نديرو ان شاء الله به تاني مخللات الشهر الفضيل، وتاني السلطه طبعا. جبت الجزر راح نكمل معكم في تحضيرات تاع رمضان. راح باسكو الخطره اللي فاتت درت تحضيرات، لكن الكميه درت كميه كما شفتوني كميه قليله. انا ماشي شرط كي ندير تحضيرات لازم نجيب يعني كميه كبيره ونديرها قاع ضربه واحده. ما قلت لكم راح نكملوا التحضيرات. هنا الطوماطيس البنات انا نغسلها خاطر راهي يجي فيها الدواء. لا لاحظتوا البنات الذوق تاع الطوماطيس تاع دروك وتاع الصيف ماشي كيف كيف. شوفوا هنا نغسلها قلت لكم ونشفها، والخضره الاخرى ما نغسلهاش، نمسحها برك، كاع الخضره نمسحها برك ونديرها في بابي فيلم. دوك نوريكم كيفاش الطريقه. شوفي البنات الشيله تقعد معاكم 20 يوم حتى لشهر، ما تخسرش الخضره تاعكم، تقعد تحت الفريجيدير لا في الكونجيلاتير لا والو، تقعد تحت في الفريجيدير في الثلاجه ما تخسرش. هذه يعني انا دائما نستعمل هذه الطريقه، ومع كاع الخضر ميم الفواكه كيف كيف. هي شاهو العدو تاع الخضره باش تخسر هو الهواء، كي يضربها الهواء الريح، كي يدخلها الريح ولا يضربها الهواء اللي تخسر لكم. كي ديريها هكا ولا ديريها في ساشي تاع الكونجيلاسيون تانيك ما تخسرش. وجبت ثانيك الفلفله، نسيت البنات ما وريتها لكمش مع الخضره. هنا راني نشوي فيها نوجد فيها. هذه تحضيرات مسبقه. انا دائما الفلفله كي نجيبها نشويها ما نخليهاش هكا، باش كي نجي نستعملها نلقاها سهله. نشويها نقيها نقطعها كل ايا ونديرها في الساشي كونجيلاسيون. هنايا الجزر راني خليت لكم الطريقه، الفيديو اللي السابق راه فيه الطريقه تاع الاحتفاظ بالجزر، الا بغيتوا تدخلوا تشوفوه الشيرات. ويقعد على حاله ويجي نورمال، ما يتبدل الذوق تاعو، ما تخافيه زعما يعصى ولا. شوفي كيما تجبديه ديريه ديريكت في المرميطه، ما تخليه لا يدي كونجلا لا والو، ديريكت تجبديه خدمي به. وهنا مام انا كيما هذا جبدته خدمت به ديريكت في المقلاة. هنايا درنا جنحه، درت الاجنحه هنا درت الاجنحه العشاء الشيرات. درنا بصل قطعته دوائر، طوماطيس ثانيك نقطعوها دوائر. التتبيله تاع الدجاج راح نشارك معكم فيديو فيه انواع التتبيله تاع الدجاج، حمراء والبيضاء بلا صوص. ان شاء الله باذن الله تعالى ربي يطول العمر ندير معكم فيديو مخصص غير للتتبيله تاع الدجاج، باش نستعملوهم في اليوميات ولا في تعتبروهم كتحضيرات مسبقات يعني كل رمضان ان شاء الله.
ديروه وغادي يعجبوكم بزاف الشيرات. هنايا حطيت الأجنحة ودرت هذا الحار باش يجي بنين. درت بابي كويسون، شمختها البابي هنايا باش وديريه هكا فوقه، ديريه يطيب على غرده. البنات قبل ما ننسى ديري قد كاس هكا، قد كاس تاع ما، هيا وديريه يطيب. هنايا زدت له زيتون مقطع كما راكم تشوفوا، يجي بنين هذا الطبق وساهل وخفيف شيرات، يجي على مشباب. واكيد طابلتنا ما يطبخها غير خبز الطاجين اللي يجي خفيف وهشيش من الداخل. راني قسمته معاكم باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. البنات لكم باغيين الوصفه خلوا لي برك في التعاليق، ونحط لكم الوصفه كامله. يجي شباب بزاف البنات. ها هي من الداخل كيفاش جاي القوام تاعو. البنات بغيت نطرق معكم موضوع مهم، موضوع العشوائيه. البنات كي تكوني عايشه في عشوائيه تحسي نفسك عايشه في فوضى، وباش تبدلي هذا الشيء لازم تقري انتي تبدلي روتين حياة جديدة، أهداف جديدة، ونسخة تكون منك جديدة. وباش توصلي هذا الشيء لازم نبتعدوا عن العادات السيئة اللي رانا نتمشاو بيهم. وكيفاش يكون هذا الشيء وبسرعة، كيفاش نتطور بسرعة، لازم قواعد وأسس نمشي عليهم. ومن أهم القواعد أنك تعرف ثم تعترف ثم تقرر ثم تكرر. هذه هي الرباعية، خليها قاعدة امشي عليها في عامك الجديد وراح تنجحي إن شاء الله بإذن الله تعالى. كيفاش تعرف؟ ما نطيقوش نتبدلوا، ما نطيقوش نتغيروا وإحنا ما نعرفوش. إحنا ماشي عارفين الغلطة تاعنا وين. لازم نعرف غلطتي وين، ولا السلوك السيء تاعي شهو. شوفوا البنات، هذا موضوع كما نقولوا مهم. إذا كنتم باغين نزيدوا نتعمقوا فيه أكثر وأكثر، اشتركوا في القناة ودعموني بالجام، ورايحين نطرقوا لكل نقطة بالتفاصيل، وإن شاء الله نبرمجوا أنفسنا للأحسن. استودعكم الله.